صاحبي، علاش ما تاقش في راسك؟ الثقة في النفس ضرورية. الا بغيتي توصل خصك تصبر، تعاود تصبر، لان الحياة دايزة. لكن الا كنتي باغي توصل، حط اوبجيكتيف في الحياة ديالك وغتوصل ليها. لكن الا كنتي انت خايف ما عمرك غتوصل. خصك ديما تصبر، نحط اوبجيكتيف ونمشي في الحياة ديالي وغنوصل ليه، ولكن باش بالنية ماشي بالتحرميات ولا بالقوالب. يعني انت راك قادر توصل لديك الحاجه اللي باغيها انت، لكن خصني نخدم عليها باش نوصل ليها. ماشي اليوم غدا بعدو، لا، كنهضروا على المدى البعيد. غتوصل ان شاء الله بحول الله. لكن اذا كنتي خايف وكدير شي حاجه وما كتصدقلكش تقول كتوقف، لا، خصك توقف، خصك تعاود تبدل عاوتاني المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، واحد النهار غتصدق. لكن الا كنتي خايف ما عمرك غتصدق قدام، غتبقى ديما كتشوفها في عباد الله، هذاك داير هذاك علاش. ما خصنيش نشوف في الناس، نشوف في راسي. الا شتي في راسك وخدمت على راسك غتوصل. باش نقرا شويه مثلا، نخدم على راسي، نحاول نتلاقى مع الناس مزيانين ونخدم على راسي وغنوصل ان شاء الله غنوصل. لكن الا كنتي كدير هادشي العكس ديالو، كتتلاقى مع الناس ماشي مزيانين واللي كيحطموك، ما عمرك غتوصل. خويا، راك قادر توصل، وحنا كاملين ولاد 9 شهور، حتى واحد مازال معلم، كلشي كيتعلم. هذا الفيديو صحاب الناس اللي ما تايقينش في راسهم. تايق في راسك وزيد قدام وتوكل على الله.